كويت الماء تركز من تبوق عراق، طز هذا القرار اللي يجي من عارات، ولك هذا العراق توزع مال دروب، ولك هذا العراق توزع مال دروب، لقيط الباع قاعة هذا بن بارات، عافية عافية البصرة قومي يفزع العشار، فزعي وانتخي خلي يتذكرون الفات، نسيتوا الفجر من خلى العقل طشار، نسيتوا استكان الشاي بس يكمن وجهه بنار، نسيتوا كفار العرب يا الماء، تذكرون من تفزع الفزعة وما تفزعون، ننعل دفت ابوهم شات. مطالبات شعبية بضرورة الحفاظ على التراب الوطني من تجاوزات دول الجوار، وأن تقوم الحكومة الاتحادية بواجباتها في أزاء كل ما يعرض الأراضي العراقية للخطر. الفاو أو أم قصر أو الشمال زاخد هوك الأنبار كلها نفس المعزة ونفس الغلا عندنا، فمن نستنكر أي أرض عراقية أحد يريد يطمع بها من أي جهة كانت، وما نرضى. وأقول بعض الكلمات، أقول مو كنا على الكلفات نتنطر لها، ليش أم قصر تنباع ميتين أهلها؟ أم قصر عربية وتبقى عربية، أم قصر ما ننطيها لو كنا نموت يمها. احنا الشعب العراقي نستنكر هذا الحدث. القطعة من الأراضي العراقية من الشمال أو من الجنوب تكون عراقية، والتجاوز عليها تجاوز على العراقيين جميعا. فيا شعوب المنطقة، يا الشعب العراقي، الأرض هو العرض، ونستنكر التجاوز على أي شبر من أرض العراق. المواطنون عبروا عن استيائهم مما وصلت إليه الأمور من تجاوزات على الأراضي والمياه العراقية، وطالبوا الحكومة باللجوء إلى اللقاءات الثنائية، وفي حال تعذر ذلك الطلب إلى الأمم المتحدة لحل كل النزاعات حدودية بين العراق وجيرانه. اليوم مطالبات إلى الحكومة المركزية في بغداد أنه الحفاظ على الأراضي العراقية من التجاوزات من دول الجوار، كما يعني منطالب ونشيد على يد الحكومة العراقية أنه تتجه إلى الأمم المتحدة حتى أنه ترجع يعني تحافظ على المرتسم الحدود بيننا وبين أي دولة جوار. أم قصر تابعة لدولة العراق، ومن يخطو تلك الخطوة في سلب هذه المنطقة من العراق نحن نستنكر بالكامل. ضعف الحكومات المتعاقبة وعدم الجدية في الحفاظ على حقوق العراق جعل بعضا من دول الجوار تطمع في استغلال تلك الظروف لتحقيق مغانم على حساب أمن العراق وأراضيها. من الأنبار، محمد القيسي، زاكروس تي في.